هل هيجي في ذهنك ان انت ممكن تقوم من النوم تلاقي الناس بتسجد لواحد غني او مشهور؟ هتستغرب وتقول هو في حد يستحق العظمة دي غير ربنا؟ الحقيقة ان المشهد مش بعيد عننا، لان في ناس النهاردة بتعظم بشر اكتر من ربنا وناس من العظمة لله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم البشر واعظم من وطئت قدمه على الارض، قال لاصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى على ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. يعني بينهاهم عن التعظيم الزائد. يعني حتى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليه حدود، فما بالك بقى اللي بيعظم بشر علشان فلوس ولا جاه ولا سلطان ولا شهرة؟ ده ايه موقفه؟ تعظيم البشر من أكبر أبواب ذل القلب، لأنه بيخلي الإنسان ينافق، يجامل بالباطل، يرضي البشر على حساب ربنا. وده معناه إن خلاص قلبه اتعلق بالمخلوق على حساب الخالق. وده شيء مش هين في الدين، ده شيء عظيم. إن أنت يعتبر بتنكر أسماء الله اللي هو اسم الله العظيم، لكن لما تعظم ربنا بجد هتعرف إن النصرة والعزة والكرامة والرزق بيد الله وحده. تعالوا مثلا ناخد أمثلة من الصحابة. واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان عظيم في عيون الناس لأنه عظم ربنا حق تعظيمه. كان لا يخشى في قول الحق لومة لائم، علشان كده كان عظيم في عيون الناس. وزي الصحابي بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان عبد بسيط، لكن لما قلبه تعلق بربنا ربنا رفعه وحاذا لقب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هقولك كلمتين واحفظهم زي اسمك: العزة مش في تعظيم المخلوق، إنما العزة في تعظيم الخالق. وجاء الوقت إن أنت تسأل نفسك السؤال: أنت قلبك بيعظم مين؟ الناس ولا رب الناس؟ خلي قلبك مليان تعظيم لله عز وجل، وساعتها الدنيا كلها هتلاقيها صغيرة في عينك. ارفع ايدك دلوقتي وقول: سبحانك ربي، سبحانك ربي ما أعظمك. وساعتها هتعرف إن فعلا الدنيا ديت صغيرة ومفيش حد يستاهل إن أنت تعظمه إلا الله عز وجل. وطبعا لو كملت معانا الفيديو للآخر فإن شاء الله يكون الفيديو يعجبك، فانشره على كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان ناس كتير تستفاد من الفيديو دوت، وناخذ أنا وأنت الأجر إن شاء الله. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وشير في الخير، لأن الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.